انا بيفرق معايا اللعيب اللي بيحاول، حتى لو انت امكانياتك مساعدك، بس لعيب بيجري وبيحاول هو اللعيب ده بالظبط. برونو في ضربه الجزاء راح يتخانق مع الحكم زقه غصب عنه، عدى كده اتكلموا عليها، طلع نفسه بره ضربه الجزاء كان هياخد 3 نقط، طلع نفسه علشان حكم وهو معدي خبطه غصب عنه، يعني حكم قاصد يضربه، راح بقى يتخانق مع حكم وانت ازاي تخبطني وبتاع ده. مساء الخير عليكم، حلقه جديده من برنامج دبل شوت. انا بيتر وانا مارك. حلقه جديده من سلسله حلقات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، واستعراض كده لاهم ما حدث في الاسبوع اللي فات والجوله الثانيه. الدوريات مولعه ومفاجآت، والاكتر البريمير ليج الصراحه جامد ومفاجآت، عشان كده هنحل بيه. نبتدي بالدوري الاسباني. ايه اللي حصل الجوله دي؟ الجوله دي تحسها جوله العاديه النتائج المتوقعه، ما عدا اتلتيكو مدريد كالعاده الزحليقه بتاعتها. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. جولتين جابوا نقطه، حاجه غريبه، بدايه وحشه، اللي هو اتلتيكو مدريد اصلا احنا متعودين منها دايما، اللي هي لما تبدا قويه وبعد كده بتقعد تخسر نقط كتير قوي. المره دي اصلا بدأ وحشه. تفتكر اخر السيزون ده هيحصل ايه؟ مثلا ممكن تخرج بره التوب 4 حاجه تاني؟ انا مش اعتقد انها ممكن تخرج بره التوب 4، خصوصا ان انت عندك مفاجاه اصلا بعد اول جولتين في ريال متصدر اول الدوري على ريال مدريد وبرشلونه 6-6-6. اتلتيكو مدريد كنت متوقع ان انا اشوفه الصراحه بيتصدر في الاول، اللي هو حلاوه الروح البدايات دي، بس لا، ما حسيتوش خالص. نقطه من ماتشين زي ما انت قلت، واداء باهت. تفتكر ايه السبب؟ مش عارف، تقريبا سيميوني فقد فكره اللي هو ما بقاش قادر يحمس اللعيبه. سيميوني بيلعب دايما على لعبه اللي انا بحمس اللعيبه، بحاول اخليهم يلتزموا تكتيكيا عن طريق اللي انا بحمسهم، والخطه بتاعته بتكون فيها تاكتكس مهمه قوي، فكره اللي لازم يبقى فيه التزام كبير. لو واحد بره المجموعه دي ما التزمش الدنيا بتضرب، وهو الماتشين الدنيا ضربه منه. انا حاسس ان السكواد فقد يعني تقله. جريزمان بقى دكه ما بيلعبش، نزل شفت اتفرجت كده على اخر ربع ساعه من الماتش، الراجل ما فيش، مش جريزمان بتاع زمان. الفرقه معتمده كليا على الفاريز بتاع مانشستر سيتي، نجم كبير، نجم طبعا. والكره بقى الدفاعيه الاجلي فوتبول بتاعت سيميوني دي مش فاهم. يعني انت بتلعب فرقه اصلا مش عايز اقول عليها منتصف الجدول عشان يعني ما يتقالش عليها كده، فان انت تاخد نقطه على ملعبك في تاني ماتش في الدوري، فدي حاجه الصراحه يعني حاجه وحشه، حاجه لا حول ولا قوه الا بالله، واداء زي ما قلنا باهت. بس خلينا نخش على الماتشين التانيين اللي هو يهمنا. طبعا دوري اسباني، انا تيم دوري اسباني. انا بحس دوري اسباني فيه ماتشات، لو انت فاضي اتفرج على ماتش، اي ماتش كده منتصف جدول، هتنبسط وهتلاقي كوره بتلعب حلو. بس خلينا نركز على الماتشين المهمين. اول ماتش اتلعب كان برشلونه قبل ريال مدريد. برشلونه كان ماتش هيتخطف منه. ليفانتي لسه صاعد من الدوري الدرجه الثانيه، عملوا ماتش كويس. طبعا الخبره بقى هنا بتفرق، ان انت كسبان 2-0 مش قادر تحافظ حتى على النقطه، والكره خدمت في اخر جون كمان الاون جول. ف لا بس يعني الكفه طبعا لصالح برشلونه. النتيجه متوقعه، بس اللي حصل جواها تحس فليك لسه مكمل معانا، اللي هو نهايه السيزون اللي فات. لو تفتكروا السنه اللي فاتت في ما لا يقل عن 7 ماتشات فليك خدهم بالطريقه دي، فكره وفي التشامبيونز ليج فكره ان هم يخطفوا في الاخر. ففليك لسه مكمل على نفس طريقته، لسه قادر يخلق الدافع عند اللعيبه. راشفورد لسه ما دخلش في الفريق، لسه كنت اقول لك بدون صفقات جديده، بدون صفقات، علامات استفهام على صفقه راشفورد. انا قلت لك من البدايه، انا الصراحه انت توقعتها، انا كنت متوقع ان هي تنفجر، بس لغايه دلوقتي مش شايفين حاجه. ليه؟ حاجه غريبه، مع ان انا شايف راشفورد كواليتي لعيب، انا شايف الكواليتي موجوده، بس لغايه دلوقتي لسه ما اندمجش مع فريق برشلونه بالسهل. على فكره هو بقاله طول حياته تقريبا معظم كاريره بيلعب في الدوري الانجليزي، فخلينا نشوف. يمكن هيقدر فليك مدرب جامد قوي، واعتقد مع الوقت هيقدر يلاقي له ادوار. لامين يامال ماتش كان وحش قوي. لامين يامال لو كان الماتش ده برشلونه اتعادلت او خسرت، لامين يامال كان هيبقى هو بس هو مفتاح برشلونه 100%. لامين يامال لعيب، اللعيبه كلها بتدور عليه، يعني حتى رافينيا هو في الواحد على واحد مش زي لامين يامال، فبالنسبه لي هو مفتاح رقم 1 برشلونه. بس هو كان انانيته وقراراته، ما هي دايما اللعيب اللي شايل الفريق واللعيب الحريف ده يساوي قرار. لو القرار كان صح انت حولت النتيجه. هو قراراته معظمها كانت غلط للاسف، كانت غلط في الماتش ده. ليفانتي ما عرفتش تاخد الادفانتج اللي هي 2-0 في الشوط الاول، عايز اكتر من كده. انت لو لعبت بارك ذا باص هتاخد نقطه على الاقل، ما قدرش. برشلونه مصدقين، وده الفرق دايما، وهو ده اللي كنا بنقوله ايام ريال مدريد لما بيعملوا رومنتادات في تشامبيونز ليج، هم مصدقين ان هم يقدروا يكسبوا. برشلونه دلوقتي
اكتر فريق تخاف منه في حياتك الفريق اللي مصدق، اللي هو لو فاضل ثانيه انا هقدر ارجع، وبرشلونه بقى مصدق. فبالتالي برشلونه كالعاده هو مرشح اول للليجا. انا شايف ان هو فعلا اكتر فريق مقنع في الليجا السنه دي يعني، كده كده مرشح عكس اول ريال مدريد لسه هنجيله. لسه هنيجي ريال مدريد. لسه مكمل، لسه لغايه دلوقتي للامانه اداء برشلونه لسه ما اندمجش، لسه مش بالبيك بتاعته، بس هو ده الفريق البطل اللي هو حتى لو ماتش وحش هو قادر ياخد 3 نقط. ماشي، نيجي ريال مدريد او نيجي لمبابي. عندك حق، انا يعني ريال مدريد يساوي امبابي بادئ السيزون عايز يقول انا هنا، انا احسن لعيب في العالم، فايق مركز بطريقه يخرب بيت التركيز، مركز بطريقه مش طبيعيه في الفينيشر، عايز يعمل حاجه. وهو كان ناقصه السيزون اللي فات ايه؟ البطولات. فهو انا شايف انا اقدر اجيب لفريقي ده بطولات، انا هطلع 100% كل ماتش، مع احترامي لريال اوفيدو، بس هي فريق لسه صاعد، فريق مش قوي. شفت سانتي كازورلا نزل اخر 3 دقائق، اسطوره حاجات كده قديمه. فهو فريق كان مدافع وعامل زون ديفينس حلو قوي. الماتش ما يبانش 3-0 على فكره، هو طبعا ريال مدريد كان متحكم، ما خلقش فرص كتير قوي، بس الماتش ده كان ممكن يخلص 1-0 او 0-0 عادي. بص انا هقول لك رايي بسرعه كده في ريال مدريد قبل ما نخش على الدوري الانجليزي. انا مش شايف ان في كوره مقنعه بتتلعب، ده اول حاجه. ثانيا انا هفضل اقولها لك ان مفيش مدرب قوي، السكواد تقيل على تشابي الونسو زي ما قلت لك. بنشوف ارنولد بيقعد، بنشوف رودريجو بيقعد، بنشوف فينيسيوس بيقعد، يمكن هو الوحيد اللي ثابت في التشكيل. تفتكر الصحافه هي السبب في حوار ترينت وكارفاخال ده؟ ان الماتش اول ماتش في السيزون ماركا كانت منزله اللي هو ازاي كارفاخال يقعد بديل لترينت، وكانوا عاملين حمله بنت لذينه على ترينت، في الاخر بدا بكارفاخال. تفتكر اتاثر؟ انا شايف ان ستايل ترينت اصلا اللي هو كان بتاع ليفربول، اللي هو اللعيب اللي بيطلع وبيلعب في نص الملعب وبيشوط كده، التيمه دي مش جايه مع ريال مدريد، وهو مش عارف يوظفه كويس، مش عارف. بس طبعا الاجهز واللي هو المفروض يلعب ارنولد، يعني حتى لو في حمله كارفاخال خلاص سنه بيكبر والراجل يعني انت بس نوستالجيا ولا ايه رايك يا بولا؟ قائد دي بولا لخص لنا. كارفاخال لعيب كبير، انا من احسن لعيبه شفتها باك يمين في العالم بصراحه. بس انت عندك حق، دلوقتي ترينت اجهز، بس انا حاسس ان ممكن ترينت يجي له وقته لما يبدا يقلب الخطه 3-5-2. هنشوف دوري 50-50 في الليجا بالذات. بس اقرب برشلونه بصراحه، برشلونه عنده حامل لقب. فليك اوريدي عارف، خلاص فهم الدوري الاسباني. تشابي الونسو لسه بيبدا مع ريال مدريد، فطبعا في ادفانتج لبرشلونه، بس ريال مدريد دايما في الصوره. فخلينا نشوف كده اللي هيحصل في الدوري الاسباني. هنخش معاكم دلوقتي بسرعه على الدوري الانجليزي وحلويات الدوري الانجليزي. اول ماتش في الجيم ويك، اول ماتش كان حفله، وانا توقعت الحلقه اللي فاتت، انا كنت شايف تشيلسي ويست هام وحشه قوي، مش طبيعيه، مش مقنعين خالص، مع ان معاهم جراهام بوتر اللي هو مدرب برايتون السنه اللي فاتت، كان عامل معاهم شغل كويس. فانا مش عارف. طلع في المؤتمر الصحفي قال كلام مؤثر قوي، واللي انا هحاول وانا عارف الجمهور متضايق، وفعلا الدنيا صعبه قوي. يعني انا لو بشجع ويست هام فريق ولا اداء ولا نتيجه ولا اي حاجه. تشيلسي كالعاده بادئ بدايه قويه، مشروع قوي، بروجكت قوي. افتقد بالمر الصراحه في الماتش، كان عايزين بالمر بس عشان الفانتسي، يعني يجي لحلقه الفانتسي. بالمر اصلا وهو بيسخن ظهر اصابه، نتمنى تكون اصابه بسيطه يعني، ويلعب الماتش الجاي. مفيش كلام كتير قوي. الفريق متألق، جو بيدرو متألق، ستيفاو متألق. ستيفاو نزل، هو اصلا كان بديل بالمر، نزل تحسه راكب على الفريق على طول. انزو فايق، الفرقه كلها يعني متماسكه مع بعضيها. كاس العالم كاس العالم بيقدموا كره كويسه. تاني ماتش معانا في الجوله مانشستر سيتي وتوتنهام. ديربي الجوله. مفاجاه. توماس فرانك. هقول لك على حاجه، بقول لك الاسم ده من الحلقه اللي فاتت. عندك حق، مدرب حلو قوي، بداياته قويه من ساعه السوبر واحنا بنتكلم عليه حلو. هقول لك على حاجه، توتنهام وانت قبل ما تلاعب مان سيتي كنت شايف اللي هو لا فريق هيعمل ماتش حلو، بس مش لدرجه مان سيتي، مش لدرجه اللي هو يكسبها. على فكره توتنهام عامل عقده لمان سيتي، توتنهام دايما بيعرف يكسب مان سيتي، كسبوا 10 مرات، ده مع فريق كسب مع يورجن كلوب، فاهم؟ بس مش الدرجات. انا قلت لا مان سيتي، واحنا حتى الجوله اللي فاتت قلنا لها بيب وما ادراك بيب لسه خسران دوري، هيجي ياكل الاخضر واليابس. بس توتنهام عمل ماتش، هو كسب من غير سون، من غير ماديسون، من غير سولانكي، دي حقيقه. لا واداء طبعا مش معنى اللي انا بقول اداء ده معناها اللي مان سيتي ما جاتش. مان سيتي طبعا ضيعت، مرموش مضيع كوره في الشوط الاول ما تضيعش، علامات استفهام عليه الصراحه. يعني مرموش الفرصه. المشكله اللي بيب اصلا احنا متعودين عليه دايما في السيزون الاولاني ده، ممكن يقعد الناس ولغايه ما يدخلوا على المنظومه، فهو بيديك وقت. يعني بتمنى من كل قلبي اي نص فرصه مرموش ياخدها يحاول يستغلها، لان جون زي ده كان قلب الماتش. طبعا مان سيتي ضيعت، بس ما كانش فيه توفيق، وتوتنهام كانت تستاهل الفوز 100%.
انا معاك طبعا. عملوا جيم احسن بكتير. توتنهام يعني يعتبر اول الدوري مع ليفربول وارسنال. اعتقد ان هنشوفهم في حته كويسه السنه دي، يعني توب 6 على الاقل. واتمنى توتنهام من فريق ما حدش بيكرهه، انا اتمنى اشوف كوره حلوه، وهو عنده سكواد مش هقول قوي بس سكواد حلو، يطلع منه لعب كويس. بالظبط. ثالث ماتش معانا ماتش ارسنال وليدز. فريق مقنع، بيقدموا كوره لحد دلوقتي كويسه. جوكريس بقى والظهور الاول في البريمير ليج، جونين. تيمبر. الفريق كله انا ما بحبش ارسنال بس انا شايفهم عملوا ماتش كويس. بانوا الماتش ده مع اننا الماتش اللي فات على فكره اتكلمنا على يونايتد احسن منهم، حسينا اللي هم لعبوا فكره الركنيات وكده، ما زال هم بيبداوا برضو اي ماتش بالركنيات خطر قوي الثابته، بس هم عملوا ماتش حلو قوي، ماتش متعدد يحسسك قد ايه الفريق بقى عنده حلول مختلفه. هو ده الفريق اللي عايز ينافس، انا مش هقول ينافس على الدوري، لازم يبقى عنده حلول كتير. جيوكيريس بدا يخش طبعا وهنشوف، هو تخين شويه بس تقيل شويه بس لا مهاجم كويس جدا. ساكا، وطبعا ايزي الصفقه الجديده انسى. ده هيلعب اكيد على تروسرد وعلى سكواد جامد وعلى مارتينيلي، فهنشوف سكواد جامد وهنشوف منافسه قويه اقوى من السنين اللي فاتت بالنسبه لارسنال السيزون ده. التريقه على جيوكيريس الماتش الاولاني عشان لعب وحش وكان مهتم بشعره قوي، ان بعد حط الجون الاخير بتاع ضربه الجزاء راح للصحفيين وعمل حركه كده بشعره، فشكله كده كمان عنده شخصيه وكاريزما، ودي حاجه مهمه في المهاجم. هو سنه صغير لسه حتى، فلا متوقع منه نشوف كتير يعني. خش على الماتش اللي بعده، ماتش المحبط مانشستر يونايتد لجماهيره. انا مش عايز اتكلم عليه كتير، مش عارف اقول ايه. دي يعني الاداء برضو كان حلو، واموريم طلع بيتكلم على الاداء، بس اداء من غير نتائج مشكله، بالذات واحنا بنجمع نقط. مانشستر يونايتد الماتش بتاعه مع ارسنال على الورق ماتش كنا بنقول اللي هو صعب، فتمام خلاص خسروا، بس الماتش ده لا، ده ما كانش ماتش صعب، ده ماتش 3 نقط المفروض دي لم النقط اللي في الاول اللي هيفرقوا معاك في الاخر، النقطه بتفرق في المقاعد الاوروبيه. مش عارف اقول ايه بجد، مش لاقي حاجه اقولها على مانشستر يونايتد. صفقات عملوا، صرفوا مليارات، شباب موجوده، مدرب جديد، ولسه ما استغلش سيسكو خالص. سيسكو مش حاسه لعيب. حتى هو طلع قال هو لسه بيندمج ولسه بيدور على بيت جديد في المدينه ولسه ما لقاش بيت، فكل الظروف دي مأثره عليه، فانا شايفه مش مقنع. الوحيد اللي مقنع شويه في الفريق هو امبيمو كان بيلعب كويس، لعيب جامد قوي، وهو اللي بيحرك الفريق وبيجري. انا بيفرق معايا اللعيب اللي بيحاول، حتى لو انت امكانياتك مساعدك، بس لعيب بيجري وبيحاول، هو اللعيب ده بالظبط. برونو في ضربه الجزاء راح يتخانق مع الحكم زقه غصب عنه، عدى كده اتكلموا عليها، طلع نفسه بره ضربه الجزاء كان هيجيب 3 نقط، طلع نفسه علشان حكم وهو معدي خبطه غصب عنه، يعني حكم قاصد يضربه، راح بقى يتخانق مع حكم، وانت ازاي تخبطني وبتاع، ضيع ضربه الجزاء. برونو لعيب غريب. توب 10 حلو قوي عليهم كده، كرمناهم. خلينا نشوف يعني، بس انا اتمنى يونايتد يعني واموريم يعملوا افضل من كده. اخر ماتش معانا في الجوله ليفربول ونيوكاسل، ديربي قوي وماتش كان عالمي، ماتش حلو قوي، ونيوكاسل عملت ماتش استثنائي. طرد من قبل الطرد هي احسن من ليفربول بكتير، لبسوا جون مش مصدقين، وعارف بقى يحس ان انا احسن ولا يخش فيها جون، راح باشا دخل كوره ملهاش اي لازمه في نص الملعب في اخر دقيقه في الشوط، طرد مستحق، شوط كامل مستحق، شوط كامل مطرودين. قلت خلاص الماتش خلص، وفعلا ليفربول حطت الثاني. انت عارف انا ليفربولي، بس ليفربول مش مقنع خالص السنه دي لسه. التوفيق بقى بتاع نجوموها لما نزل في اخر دقيقه، عملنا ماتش سيء جدا جدا جدا، دفاع سيء، كوناتي كارثه، صلاح ما كانش حلو، صلاح مختفي تماما. بس هو انت عارف صلاح بقى بيظهر في حاجات كده عابره، وده كابتن الفريق، هو ده كابتن الفريق اللي هو وظهر في الاسيست بتاع الجون الاخير. طبعا الاسيست نصه من سوبوسلاي التفويته. لا مش معاك، كله من سوبوسلاي، كله من سوبوسلاي. انا لسه كنت بتفرج انا وبقول على الماتش، فاكر يا بيتر الشوالي قال ايه في اخر الماتش؟ باقل فرص وباقل مجهود خدوا ال3 بونت. دي حقيقه، ده اللي حصل. بدايه مش مقنعه. الماتش الجاي ارسنال في انفيلد، اختبار بقى، هو ده الاختبار بتاع السيزون. هي دي الماتشات اللي هتخليك تركب اول دوري، فرق بقى عن المنافس اللي هو بيقعد يجري وراك. مش عارف هو يعني مبدئيا البريمير ليج ادانا اللي هو واعد بيه ماتشات جامده، مفيش ماتش وحش، بس انت عندك حق ليفربول يقلق. بس خلينا نقول الفريق البطل هو اللي عارف حتى هو وحش يكسب، زي اللي احنا قلنا على برشلونه، بس لو كمل كده هيكسر نقط. فخلينا نشوف ان نيوكاسل عملت ماتش عالمي، ويمكن يكون الماتش ده هو السبب ان نيوكاسل تستغنى عن ايزاك، اللي هو شايف دي ليفربول اللي انت هتموت عليها. احنا كنا 5 دقايق، يا ريت عشان هم موتوا اللاعب خالص. هو انا شايف انا كده اللي غلطان هو ايزاك، انا 100% اللي غلطان هو ايزاك، ولا ليفربول راجل بيتفاوض، ما عملش حاجه غلط. نيوكاسل لا فريق عايز يحافظ على اللاعب بتاعه،
ايزاك هو اللي غلطان، انت في الاخر اللي ماضي عقد، وعقد لسه قدامه 2 3 بالظبط. فهو اللي غلطان، هو اللي هيخسر كتير. فاتمنى الموضوع يتحل عشان ايزاك لعيب احنا بنحب نتفرج عليه، لعيب جامد. بدري قوي نتوقع بطل بريمير ليج ده. لا لسه بدري والدوري حلو وانا مبسوط. انا كمان بتفق مع مارك. دي كان ملخص سريع كده عن الدوري الاسباني والدوري الانجليزي. خلينا طبعا السيزون لسه طويل، لسه قدامنا سنه بحالها. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الدوريين. اتمناها ليفربوليه طبعا، وانت تتمناها ريال مدريد. بس خلينا نشوف بقى ماتشات حلوه. ودي كانت نهايه حلقتكم برنامج دبل شوت. ما تنسوش تعملوا لنا شير بقى وسبسكرايب على السوشيال ميديا بتاعتنا، وتظبطونا بقى رياكشنز وكومنتات، ونشوفكم في حلقات جايه كتير. باي باي. باي.